هات يا ابني واحد شعر ما بيضة. مساء الفل يا عرب. مساء الفل يا راس مرسي. ايه يا عرب؟ قاعد لوحدك ليه؟ ما تيجي تلعب معايا شرطين. الله الله الله، ده المعلم عبده قاعد اهو. هات يا ابني واحد شاعر حساب للمعلم عبده. طبعا معلم غصب عنك وعن اللي خلفوك يا مرسي. صباح الخير يا مرسي. صباح الفل يا حاج. نهارك ابيض. الله، ومال الواد عبده فين؟ ده مسيته كحل النهارده ولا ايه؟ ده من يوم ما حط رجله في الوكاله عمره ما اتاخر. ما تنساش شغل النهارده. الباشمهندس شاكر كلمني امبارح تاني عشان ياكد عليا. العربيات هتوصل الساعه 3. ماشي يا حاج. وبعدين يا عبد هتفضل قاعد كده؟ ما تقوم تروح للحاج وتستسمحها. تسمحوا على ايه يا فاطمه؟ هو انا كنت غلطت في حاجه؟ ماشي ما غلطتش، واخرتها ناوي تعمل ايه يعني؟ كمان شويه هحط الحاجه على العربيه واشوف لي حته افرش فيها. يلا على البركه، والله عين العقل مفيش احسن من الشغل الحر. حتى الحاج ما كلفش خاطره عشان يبعت ويسالني ايه اللي حصل. سيد اخويا ما غلطش. هو معقوله هيبديك على ابنه؟ قهوة يا حاج. ايه يا مرسي؟ ايوه يا حاج. ايه حكايه الواد عبده النهارده؟ هو مش جاي ولا ايه؟ لا يا حاج مش جاي. استنى عندك. مش عرفك هو تعبان ولا حاجه؟ لا اصل سي محفوظ طرده من الوكاله. ايه؟ طرده؟ ازاي الكلام ده؟ ايه اللي حصل يا مرسي؟ بس لو شفت مرسي وعبده نازل فيه ضرب كنت فطست على روحك من الضحك. يستاهل راجل اصفراوي ابو ازرق. ده بيقولوا طلق مراته مش عارف ليه. وده مين يطيق؟ ده متجوزها اكتر من 10 سنين. تلاقيها طلقت منه بقى. نفس عن نفس رحمه. بقول لك ايه يا سيد؟ ما ينوبك ثواب كده في عبده سندهو يجي يفطر معانا. وبعدين معاكي بقى، يعني انا كنت خلفت ونسيته؟ عايز تقول لي انه مد ايده عليك كده من الباب للطاق؟ عيب يا مرسي، ده اني عجنك وخبزك. الحمد لله سي محفوظ ريحنا منه. طب ايه رايك بقى انت بنفسك اللي هتروح تجيبه؟ اجيبه؟ اجيب مين يا حاج؟ وانا بتكلم باللوين دي. هتروح تجيب الواد عبده. ليه بس يا حاج؟ عشان يرجع شغله. طب وسي محفوظ؟ امشي اعمل اللي بقول لك عليه. ويكون في معلومك لو رجعت من غيره مش هتخطي عتبة الوكالة دي تاني. وديله كوبايه الشاي دي، ولا اقول لك اندهيله يشرب هنا معانا. يلا. يا لهوي على الحنيه بس لسان. الله، هو لا كده عاجب ولا كده عاجب يا فاطمه. صباح الخير يا فاطمه. اهلا يا ريس مرسي، اهلا اهلا. ما تيجي تقعد تشرب معانا الشاي. هو الواد عبده ساكن في انهي داهيه؟ انت هتتخانق معاه ولا ايه؟ جرى يا ريس مرسي، احنا مش صالحناكوا؟ ما تصلي على النبي امال.
اللهم صل على الحبيب. انا مش جاي اتخانق يا سيد ولا حاجه، انا جاي في حاجه تانية. خير؟ الحاج عاوزه. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج. انا ماليش في الدنيا كلها دي غيرك. اجري يا واد، هات الشيشه. من عناية. يا واد اجري هات الشيشه. مرسي. ايوه يا حاج. خد انت العيال واطلع على سوق السلاح، جاهز الطلبيه. حاضر يا حاج. مش هناخد الواد عبده معانا؟ لا خليه معايا هنا. ما ناخده معانا يا حاج. خد العيال واطلع على سوق السلاح. اللي تشوفه يا حاج، اوامرك. عملت ايه؟ مدام شايل الشيشه ياما رجع الشغل عملت ايه وربنا؟ زي ما قال لي. يا الف نهار ابيض، عشان تبقى تسمع كلامي. مش قلت لك ان الحاج بيحبك؟ الحمد لله، هو راجل طيب، بس طول ما التعبان اللي اسمه مرسي ده موجود قلبي مش مطمن. صباح الفل يا سي محفوظ. صراحة يا سي محفوظ انا ما يخلصنيش اللي حصل النهارده ده. خير يا مرسي، في ايه؟ بس اعمل معروف، اوعى تعكر دمك او تشد مع الحاج. اتكلم يا مرسي، في ايه؟ الحاج رجع الواد عبده عشان يشتغل تاني في الوكالة. ايه؟ ازاي يعني؟ وانا ماليش كلمة ولا ايه؟ انت بتعمل ايه يا ماد انت؟ مش لسه طردك امبارح؟ ايه اللي جابك تاني؟ غور من وشي وما اشوفكش هنا تاني، غور! خش جوه المخزن يا عبد. اللي عملته ده يابا استهدى كده بالله وقول يا فتاح يا عليم. يعني ايه؟ ماليش اعتبار هنا؟ بالمعقول. هو انت خليت فيها معقول يابا؟ انت بتكسر كلمتي قدام الصنايعيه والعمال، يقولوا عليا ايه؟ طرطور؟ ازاي تتصرف تصرف زي ده؟ ازاي؟ ما تعليش صوتك، انت بتكلم ابوك. خلاص، يبقى الواد ده لازم يمشي. ودلوقتي الواد ده ما عملش حاجه. طول ما هو بيشتري ويبيع هيمد ايده. انت عارفني كويس، اي حد يمد ايده في الوكاله انا بقطعها له. واحنا ليه نستنى؟ واحنا ليه نظلمه؟ يعني انت مصر ان الواد ده يفضل هنا؟ خلاص يابا، يانا يا الواد ده في الوكاله دي. ما تصغرش نفسك قدام صبي من صبيانك، انت كبير. وانا قلت كلمتي يابا، الواد ده لازم يمشي. الواد ده مش هيمشي. يعني ايه يابا؟ يعني انا ماليش صفه هنا؟ ايوه مالكش صفه. لما ابقى اموت ابقى اتصرف زي ما انت عايز، وخدها مني نصيحه، حطها حلقه في ودانك. اوعى اوعى في مره من المرات تيجي على الغلبان، والا ربك مش هيبارك لك ابدا.
مساء الخير يا عرب. اهلا، مساء الفل يا راس مرسي. ما تيجي تشوف اللعبه اللي على اصله؟ لا معلش، عايزك في كلمتين ضروري. طب اخلص الدور ده واجيلك. هات لنا يا ابني شاف ال50 ورص شيشه. وعندك شيشه حلو وشاف ال50. باذنك هشوف الرئيس مرسي على ما تتمرن انت شويه. ايوه يا ريس. خير. تشرب ايه الاول؟ الله الله الله، ده لازم الحكايه فيها ان. عموما اخش الشاي. كمان اقعد شاي يا ابني. ما تشرب شيشه. لا بقى، ده لازم الموضوع يكون كبير كبير قوي. خير. اتفضل يا ابو سيد. تشكر يا عبده. مش تبارك لي؟ ايه خير؟ انت عارف انا كنت قاعد النهارده مع الرئيس مرسي ليه؟ ايه لازم جايب لك عروسه؟ شوف انت تفكيرك راح لبعيد ازاي. انا لا يمكن اتجوز الا لما اشوف فاطمه اخطب بيتها واطمن عليها. امال ايه الحكايه؟ مش هتصدق، الرئيس مرسي عاوز يتجوز فاطمه. بتقول ايه؟ مرسي عاوز يتجوز فاطمه؟ ايوه يا عبده. بس اللي اعرفه انه متجوز يا سيد. لا لا لا، ما طلق من شهرين. وانت رايك ايه؟ الرأي لصاحبة الشقة، هو انا اللي هتجوز؟ لا ازاي؟ انت اخوها برضه ويهمك مصلحتها. ان كان عليا انا ما عنديش مانع. اصل اللي زي الرئيس مرسي ده بالنسبه للغلابه اللي زينا عريس لقطه، وما افتكرش ان في حد احسن منه هيتقدم لنا. على العموم كل شيء اسمه نصيب، والعاقل ما يرفضش النعمه. بس اللي اعرفه ان اختك فاطمه ما بتطقش سيره اللي اسمه مرسي ده. لا 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 لا، ما تدقش على كده. يعني قصدك ايه؟ صدقني يا صاحبي، الحريم دول بمليون رأي، خصوصا ساعة الجواز. الأول ما بحبوش، مش طايقاه، وبكرة بحبه وعايزاه. على رأي المثل، اخي عليه وعيني فيه. هما كده، طبعهم كده، حاجة تمخول. لكن انت ما قلتليش يا عبده، انت ايه رأيك؟
انت اخوها واضرب مصلحتها. بس افرض يعني لو فاطمه دي اختك وتقدم لك الريس مرسي، توافق؟ مرسي ده مين اللي اتجوزه؟ ما لقاش غير الاصفراني وابو نبي ازرق من دون الرجاله. ايش حل ما كنتش عارف اني ما بطيقوش من اصله؟ انا مش شايف فيه عيب. ماله الريس مرسي؟ راجل كسيب وله مركزه في وكاله الحاج سردينه، وبعدين شريكي ومستعد ينفذ كل طلباتك. عارفه، ولو قد لي ثواب ولا 10 شمع مش هتجنزه يا سيد. واخرتها هتقعدي من غير جواز؟ بقول لك ايه يا سيد، انا عارفه ان انت رابط نفسك بيا، بس لو عليا انا عايزاك تتجوز النهارده قبل بكره. يا عم انت مالك ومالي، ما تتجوز انت وتسيب نصيبي يجري على مهله. وليه بس يا بنت الحلال؟ ما هو النصيب جه لحد عندك وانت اللي بترفضيه. ساكته ليه يا فاطمه؟ ما تتكلمي. خلاص يا سيد مفيش كلام اقوله. ايه؟ يعني اقول مبروك؟ ما ترحمني بقى يا اخي، هو انا مش اختك؟ فاطمه انا مقدر كل حاجه يا فاطمه، بس اللي في بالك ولا على باله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده مال؟ ايه ده انت بتتكلم بالالغاز ولا ايه؟ لا ما بتكلمش بالالغاز. شوفي بقى يا بنت، انا لا مخبل ولا نايم على وداني، انا ابن سوق ومفتح وافهمها وهي طايره. وبعدين مش عايزك تتعلقي بحبال دايبه. انا لو كنت شايف انه ميال ليكي انا ما كنتش اديت مرسي ريح حلو، وكان لما جاي يكلمني كنت اديته الطرشه وخليته قفاه يقمر عيش. انت فتحت السيره في الموضوع ده قدام عبده؟ حبيت اعرف، قلت لنفسي اشوف ميته. طب قال لك ايه؟ مش مصدقاني؟ ما انا قلت لك اللي في بالك ولا على باله. قلت ايه؟ سيبني يا سيد دلوقتي الله لا يسيبك. فاطمه انت عارفه يا فاطمه، انا مفيش حاجه في الدنيا عندي اغلى منك، وكل اللي يهمني مصلحتك وانك تكوني مبسوطه. ويحس في نفسي كتير ان اشوفك متعلقه في حبال دايبه وانا واقف مش عارف اعمل لك حاجه. انا عايز اطمن عليك يا فاطمه. محدش ضامن موت من الحياه، وانت مالكيش غيري. فكري يا فاطمه، فكري كويس. تصبحي على خير. صباح الخير يا فاطمه. صباح الخير. يا فاطمه مالك؟ مالك؟ في ايه؟ بالاذن. هو في حاجه؟ الله يجازيك يا ريس.
مالك يا هلا؟ واري عبده. عدم المؤاخذة. أيوة يا حاج. في ايه؟ مفيش حاجة يا حاج. مفيش ازاي؟ ده احنا من ساعة ما فتحنا وانت قاعد مكتوم زي الخرس. ما تنطق يا هلا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا حاج إن كان بقول لك ايه يا مرسي؟ أيوة يا حاج. عايزك تفوت على مسبك الاسطى عويضة، هيديك 2000 جنيه بقية حساب. هاتهم وتعالى. بس ما تنساش وانت رايح تفوت على ورشة الاسطى برهان، عنده طنبلين خردة، عايزك تشوفهم وتقول لي رأيك. ماشي يا حاج. بس تخلص لي بقى المشوارين دول بسرعة وترجع لي، عشان عايزك في شغل تاني. حاضر يا حاج. ولا عبد. أيوة يا حاج. ايه؟ في حاجة بينك وبين مرسي؟ المعلم مرسي عايز يتجوز. طب وانت مالك؟ الله، ايه اللي زعلك في حاجة زي كده؟ هو انت قريب طليقته ولا هي جت واشتكت لك؟ أصله عاوز يتجوز فاطمة يا حاج. فاطمة مين؟ فاطمة كشري، أخت سيد كشري؟ تمام، هي بعينها يا حاج. أما راجل عينه زايغة بصحيح. وأنا بقول هو طلق مراته الأولانية ليه بعد العمر ده كله؟ على العموم هو حر. إنما هي وافقت. أخوها بيزن عليها. مش مهم، القلب وما يريد يا أهل. قصدك إيه يا حاج؟ أنت هتستعبط عليا، ما تتكلم عدل. البت رايداك يا أنا. هو ده اللي تعبني ومحيرني يا حاج. وتعبك ليه بقى؟ ما البت كانت قدامك، ولا هي بس بتحلى لما تبقى في ايد غيرك؟ لا والله يا حاج، هي أنا شايفها حلوة من زمان، من أول مرة شفتها. بنت جدعة وأخلاق وست بيت. الشهادة لله يا بت لقطة، اللي ياخدها هيكسبها. أيوة أيوة يا حاج، بس الجواز محتاج مصاريف، وأنا ظروفي زي ما أنت راسي، مش عايز أمرمطها معايا. كل برغوت وعلى قد دمه. عداك العيب يا حاج، بس أنا برضو محتاج كل قرش عشان أقف على رجلي. انت عمال تلف وتدور ليه؟ انت عايزها ولا مستغني؟ عايزها، بس عايزها كمان تستنى عليا لحد ما اخد نفسي. فتحتها باللي بتقوله ده؟ خايفة فاتحها تفتكرني بتهرب. مدام رايداك هتعذرك، وساعتها هتتمنى لك الخير. يعني تفتكر يا حاج إنها مش هتزعل لو صرحتها؟ اتكل على الله. بقول لك إيه يا فاطمة؟ مش فاضية. استني بس. ما انت شايف مش فاضية. استني بس. يوه، اسمعيني بس. عايز ايه؟ عايز أتكلم معاكي كلمتين، بس مش هنا. السلام عليكم يا سيد. سلام اخويا. وفاطمة وافقت؟ لسه بتفكر، بس انا حاطط اخوها في جيبي.
انت هتتجوزها ولا تتجوز اخوها؟ مش جايز البت قلبها مايل لحد تاني. قصدك ايه يا حاج؟ قصدي الجواز ما فيهوش فصال، يا لا. ايوه، ما البت لسه ما قالتش لا، يعني لسه بتشاور عقلها. انت بتتكلم كانك مالي ايدك قوي. وانا عيبني ايه يا حاج؟ متجوز كذا مره والبنت لسه بنت بنوت. الراجل ما يعبوش الا جيبه، لا مؤاخذه. ايوه بس القلب وما يريد يا مرسي. اللي سبق كان النبأ يا حاج. ما تستعجلش قوي كده، البنت لسه ما قالتش كلمتها. الله، جرى يا حاج؟ وانت لا مؤاخذه معايا ولا مع اللي بالي بالك؟ انت عارفني طول عمري مع الاصول. وانا ما احبش الا الاصول، وجاهز مما جميعه. وعلى رأي المثل، اديني دقيق اديك عيش، واللي معهوش ما يلزموش. ايه؟ ما يلا، مش هتروح القهوة؟ لا معلش يا سيد، عارفين الليلة أصلي راجع هلكان وعايز أريح. طيب براحتك انت، سلام. مع السلامة. انت كنت عايزني في ايه؟ طب تعالي اشربي شاي الأول. هتضيفني ولا ايه؟ معلش عشان خاطري. بقول لك ما بتضيفش، انا خلصني. فاطمة، أنا عايز أعرف إيه اللي غيرك من ناحيتي. انا لا اتغيرت ولا اتبدلت، انا بس فقت لنفسي قبل ما اقعد جنب الحيطه واسمع الزيطه. طيب نخش في الموضوع على طول. يستحسن عشان انا مش فاضيه. عرفت إن مرسي طلب إيدك من أخوكي. ان شاء الله تكون فرحت لي كده. أنت بتخرفي تقولي إيه؟ أنت عارفة من أول يوم عيني جت عليك وأنا قلبي اختارك. زغراتي ياما اهو كلام. أنت إيه؟ مش مصدقاني ليه؟ اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. لا يا فاطمة، أنا مش بتاع كلام وأنت عارفاني كويس. بس أنا يا بنت الناس بوزن كل حاجة بميزانها. أنا راجل غلبان وعلى قد حالي زي ما أنت عارفة. مش معقولة آخدك من البدروم اللي قاعدة فيه مع أخوكي وأقعدك في أوضة زي دي مش قد المقام. بقول لك ايه يا عبدو، انت ما تلفش وتدور عليا.
انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عايز اتجوزك يا فاطمه. بس مش دلوقتي. يعني ايه مش دلوقتي؟ امال امتى؟ يعني انا طالب مهله لحد ما اشد حيلي واكون نفسي عشان اقدر اصرف عليكي. اذا كان على المصاريف انا اساعدك. تبقي فهمتني غلط يا فاطمه. مش انا الراجل اللي يقبل مراته تساعده. انا احب كل قرش في ايدك يبقى من عرقي انا. يا عبد حرام عليك، ما تحيرنيش. معلش يا فاطمه، اللي اوله شرط اخره نور. طب امتى؟ ادعي لي انت بس ان ربنا ينفخ في صورتي. رد على الرئيس مرسي اقول له ايه يا فاطمه؟ قول له مش طايقاه، قول له حملته تقيله على قلبي. الله، ده كلام بقى بعد ما الراجل قاعد مستني اسبوع، عايزاني اقول له دمك تقيل؟ خلاص يا اخي، اذا خايف تقول له سيبني انا اقول له. دي نسيبة ايه دي؟ العبد راجع بدري يعني النهارده. ايه اللي مرجعك بدري النهارده يا عبد؟ خلاص جبرنا. كما انت كريم يا رب. لا اطمن، كل اللي انت عايزه موجود. ده انت من بختك بقى النهارده استلمت بضاعة مزاد وزارة الحربية ولسه بننقل فيه. ألمونيوم؟ في ألمونيوم بتاع طيارتين. حاضر، من عينيا هحجزهم لك. إلا من الحق فرح محفوظ بكرة، وصلتك الدعوة؟ الله يبارك فيك، أنا مستنيك، ما تتأخرش. مع السلامة. يا مرسي. ايوه يا حاج. بتهيألي النقلة دي مش هيساع المخزنين اللي جوه، هو فاضل لسه بره قد ايه؟ لسه في عربيه ما اتعتقتش يا حاج. طب خدوها بقى على المخزن اللي ورانا، بالحق
المعلم سالم ابو خيشه عايز 3 طن ألمونيوم. واحنا ملاحقين على المصانع لما هندي لسالم ابو خيش يا حاج. معلش يا مرسي، الناس لبعضيها، الراجل مزنوق في طلبيه. خد انتوا بس العربيه دي على المخزن اللي ورانا، وانت راجع فوت على المعلم سالم هيشيع معاك 5000 جنيه. اخد معايا الواد عبده؟ يا دي عبده، لا يا سيدي خليه معايا هنا. هات بقى الشوية دول، هاتهم هنا. دول يا حاج؟ اللي بيعملوا ايه بالخردة يا حاج؟ بياخدوها ويسيحوها. بيسيحوها على بعض كده؟ على بعض جرايه الا على بعض دي. لا، في زبون بيطلب خردة حديد، في زبون بيطلب خردة نحاس، وفيه اللي بيشتغل في الألمون. بس انا ملاحظ يا حاج ان الطلب اكتر على خردة النحاس. علشان شغل المسابك قايم عليها. محدش يستغنى عن النحاس، حتى ورش الساخ. يا سلام، بتوع الدهب. امال انت فاكر ايه يا دول بيعايروا بيه الدهب. معنى كده بقى اللي يحب يشتغل في الخردة يشتغل في خردة النحاس. يا كل صنف وله زبونه، المهم انك تبقى عارف قيمة البضاعة اللي تحت ايديك. بالمناسبة انت بتهبب في ايه اليومين دول؟ شوية زراديات على بنس على شوية مفكات. مش كفاية، لازم تلقط لك جنبهم كام صنف. ولا انت مش عايز تتجوز البيت؟ انا يا حاج، ده انا بحلم باليوم ده والله. بس واحدة واحدة، ده انا كنت بشتهي رغيف الحاف. اسمع يالا، أنا ممكن أديك بضاعة تبيعها وترجع تمنها بعدين، بس أنا عايزك تقاوح في السوق شوية، ها؟ تعتمد على نفسك. ادينا طبق كشري يا فاطمه. شطبنا. شطبت ايه؟ ما الكشري اهو. متباع. اتباع؟ انا اجيب عمران وادفع اللي انت عايزاه. ايه ده الحر ده؟ حار؟ اجيب لك ازوزه تطر على قلبك. الحق يا سيد، شوف المعلم عايز ايه لحسن دي زمتت قوي. اتفضل يا حاج. خلاص بقى يا ولاد، فرح محفوظ بكرة، ها؟ ما تنسوش، وهو بكرة يا جاز. الف مبروك. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. مبروك مقدما يا حاج. نتهنى بعزك ان شاء الله. مع السلامة يا حاج. يا حاج، يا حاج، عدم المؤاخذة، انت قلت الفرح هيتعمل فين؟ ايه يا عرب؟ يعني المدة طالت وما جبتليش رد. ايه؟ كل ده بتفكر؟ والله يا ريس مرسي انا مش عارف اقول لك ايه. كل اللي اقدر اقوله لك كل شيء اسمه نصيب. قصدك ايه؟ قصدي يا ريس، قصدي ان فاطمه مش موافقه. مش موافقة؟ بس انت قلت لي هتضغط عليها. والله يا ريس انا كنت فاكر ان هقدر. يبقى انت ما ضغطتش عليها كفايه. يا ريس انت سيدي العارفين، كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. لا بقى، انا اصلي عارف مين اللي رابط دماغها ومعشمها. لكن بقول لك ايه يا سيد، عشم ابليس في الجنه. تقصد ايه يا ريس؟ الريحه فاحت يا معلم سيد والكلام كتر. مش فاهم. لا، انت فاهم كويس قوي ومطنش. حكيتها مع الواد عبده، كلمه زياده مش هسمح لك.